تويوتا كورولا، السيارة الأكثر مبيعاً في العالم بعدد أكبر من 40 مليون عربية، متفوقة على فولكس فاجن بيتل. كورولا بدأت رحلتها من أول ما اتولدت سنة 1966 إلى يومنا هذا بنفس الاسم. أي حد هتسأله تعرف إيه عن كورولا هيقولك اعتمادية بس مملة، شكلها وحش، أدائها ضعيف. وبصراحة هم عندهم حق، بس دي تويوتا كورولا الجديدة بالكامل، مستقبلية، مختلفة، وعصرية. كورولا شغاله بموتور 4 سلندر 1600 سي سي، بيخرج 120 حصان عند 6000 لفه في الدقيقه، و154 نيوتن في المتر عزم دوران عند 5200 لفه في الدقيقه. اداء استهلاك البنزين الفعلي في العربيه ديت حوالي 7.5 لتر، وسعه خزان الوقود 55 لتر. الارقام دي من عربيه بالحجم والوزن والمساحات والكلام ده كله تعتبر موفره جدا جدا في اداء البنزين، وخصوصا ان المكنه تنفس طبيعي، ما هياش تربو او سوبر تشارجد او الكلام ده. اداء الموتور متناغم، مش ممل ومش ميت ومش رياضي بحت. في المضمون يعني المجمل ان الكونسبت بتاع العربيه ديت انها متالقه في حته التوفير والنعومه والسلاسه. كمان الفتيس سي في تي، فانت اكيد فهمت الدماغ رايحه فين بتاعت العربيه. يعني الموتور والفتيس ادائهم مع بعض متناغم جدا وفاهمين بعض للغايه، وبيقدموا اداء ناعم ومتماسك وهادي. العربيه فيها 3 وضعيات قياده، النيوترال اللي هو المحايد يعني، والايكو والسبورت. في فرق ملحوظ جدا. على الايكو العربيه استجابتها بطيئه جدا، مش بتستجيب لدواسه البنزين وبترمي لك غيارات كتير. اي نعم، هو سي في تي يعني، بس بيقلل الار بي ام بقدر الامكان. على الوضعيه النيوترال او المحايده العربيه استجابتها متوسطه، التسارع بتاعها متوسط. كمان استهلاك البنزين اعلى شويه من الايكو، وده المهم وده المطلوب. واخيرا بقى وضعيه السبورت اللي فيها اختلاف جذري للعربيه. اولا العربيه الدواسه بتبقى حاده جدا في الاستجابه. تاني حاجه العربيه بتحتفظ بالغيار لاطول فتره ممكنه. تالت حاجه بقى ودي الاهم، ان انت لما بتفرمل العربيه بتعمل معاك انجن بريك ممتازه جدا جدا جدا. يعني انت تقدر تعتبر ان الفرمله ديت كوم، والانجن بريك بتاعت العربيه لما تكون على سرعه وعلى سبورت مود وبتفرمل حاجه تانية خالص. كورولا قديما كانت تعتبر السيارة الأكثر مللا من حيث الداخلية على الإطلاق. خلونا متفقين إن الموديل ده هو نقلة نوعية بالكامل، وأنا شخصيا شايفه أجمل جيل في تويوتا كورولا. التابلو الكلاسيكي الأنيق والهادئ الممزوج بأكتر من لون وخامة بيوحي بالأناقة والعصرية، مع الشاشة الوسطية اللي بتقدم العديد من الخدمات. وبشكل عام مجموعة الأوبشنز اللي في العربية نقدر نقول عليها جيدة، زي التكييف الديول زون ونظام الباركينج اسيست، مفتاح التشغيل الذكي والشاشة الوسطية بين العدادات، وكمان الطارة المالتي فانكشن والنظام الصوتي المكون من 6 سماعات، مع وجود كاميرا خلفية وحساسات ركن أمامية وخلفية، وأضواء نهارية من نوع LED، وأخيراً بخاخات الفوانيس. كورولا بتنزل بنظام تعليق امامي ماكفيرسون وخلفي تورشن بيم. يعني نقدر نقول ان ارتفاع السياره ملحوظ على الارض، مع العفشه ديت ان ثباتها يدوب كويس، ما تستناش برضو منها كتير في الحته دي. كنت حابب ادعم كلامي باختبار الموس تيست، لكن للاسف العربيه ملهاش اختبار من الاساس. بس على الصعيد الاخر، هل العربيه عفشتها ناعمه؟ في الحقيقه ان العربيه عفشتها ناعمه جدا، والكراسي مريحه جدا. فالميكس ده هيخليك على المسافات الطويله او في وسط البلد مش بتعاني نهائي من الموضوع ده. العربيه في المجمل بتقدم اداء مريح جدا. المساحات الداخلية لسيارة كومباكت جيدة جدا. المساحة العرضية والجانبية ممتازة، مع إمكانية الضبط في اتجاهات عديدة لتوفير الوضعية الأكثر راحة بالنسبة لك. أما عن المساحات الخلفية فهي جيدة جدا، خاصة مع عدم وجود نفق فتيس، فالكنبة تقدر بكل سهولة تشيل 3 أفراد بالغين، مع وجود مساحة ركبة ممتازة ومساحة رأس جيدة ومساحات زجاجية حلوة جدا. يعني نقدر نقول إن المساحات الخلفية هي نقطة التميز الأكثر قوة لكورولا بالكامل. أهم العيوب في الكابينة من وجهة نظري هي الخامات، كانت تحتاج تتحسن بما يوازي القيمة السعرية للعربية. وثانياً التحفظ في التصميم للتابلو، لكن مش مهم. أهم حاجة إن في تطور، ونتوقع تحسن كبير جدا في الأجيال الجاية. كورولا
كورولا بتنزل ب7 اير باجز واي بي اس واي بي دي وهيل ستارت اسيست وبريك اسيست. كمان اخدت في اختبارات الامن والسلامه اللاتين انكاب اخدت فيها 5 نجوم، ودي برضو اختبارات نقدر نثق فيها الى حد ما. يعني للاسف ما لقيتلهاش اختبارات امن وسلامه للموديل ده غير في اللاتين انكاب، فبرضو يعني نقدر ناخد برايه. عزل الضوضاء بقى، بص يا سيدي، العزل الارضي كويس جدا، عزل الضوضاء للاصوات اللي حواليك بره كويس، عزل الموتور مش كويس خالص. الموتور صوته مسموع جدا وصوته مش محبب بصراحه ان هو يتسمع، يعني حتى لو انت بتحب تسمع صوت الموتور فهو ميكس غريب كده يعني. اما عن القيمه مقابل السعر، الجزئيه ديت منقسمه لحتتين، فركز معايا كده واحده واحده. اول حاجه، الموديل ده النهارده تاريخ التصوير ب 463 الف جنيه التوب لاين منه، تمام؟ مما يعني ان هي بتنافس عربيات زي المازدا 3، الفورد فوكس، الرينو ميجان الجديده، الفيات ال 500 اكس، مع كمان اعتبار وجود فرق سعر لصالح العربيات التانية، لان هم ارخص من ديت بفرق كبير. يعني عربيه زي المازدا 3 ارخص بحوالي 60,000. طيب مين فيهم بيقدم اكتر؟ الاربع عربيات التانيين بيقدموا اكتر بكتير من اللي كورولا بتقدمه، سواء في النظام الترفيهي، سواء في النظام المعلوماتي، سواء في الاداء او الثبات او الامان، في حاجات كتير جدا. فنقدر نقول ان نقطه القيمه مقابل السعر في التوب لاين مش كويسه خالص، وما تعتبرش نقطه تميز نهائي، بل تعتبر نقطه ضعف كبيره. ايه الجزئيه الثانيه؟ اولا الخبر دوت لسه نازل امبارح قبل تصوير الفيديو على طول. الموضوع كله ان كورولا عملت فئه جديده من غير جنوط ومن غير كاسة الاوريجينال بتاعها، والازاز الخلفي مانيوال، والفوانيس الخلفيه عاديه مش ليد، والاهم انها اوتوماتيك وب 315 الف جنيه بس، مما يعني انها افضل كتير جدا جدا من كل المنافسين الموجودين معاها في السعر ده، زي النيسان سنترا، اللانسر شارك، الحاجات دي كلها. فلو انت عاوز تجيب تويوتا كورولا تعتبر قيمه مقابل سعر ممتازه لو انت هتجيب عربيه البيز لاين اللي لسه نازله جديد، وما تعتبرش قيمه مقابل سعر ممتازه لو انت هتجيب التوب لاين او الفولي لودد. يعني في النهاية تقدر تشتري كورولا في حالة احتياجك للمساحات الداخلية والاعتمادية فقط لا غير. الأوبشنز والأمان والشكل الخارجي، كل الحاجات دي موجودة في المنافسين بشكل أفضل وتفوقوا عليها قوي في النقاط دي. أكبر العيوب من وجهة نظري هو ضعف الأداء بشكل عام وقلة الأوبشنز، والأهم هو القيمة مقابل السعر السيئة للغاية. في الحقيقه كان نفسي اطول في الريفيو اكتر من كده، لكن للاسف العربيه ما فيهاش ماتيريالز كتير يعني اقدر اتكلم عنها في فتره طويله. خلوني اعتذر عن الغيبه الطويله جدا بسبب ظروف قهريه والله، واتمنى الاسلوب والستايل الجديد والتتر الجديد دوت يكون عاجبكم، حاجات متكلفه يعني وكده. وعاوز انبهكم ان اقل من ربع جمهور البرنامج بس هو اللي عامل سبسكرايب على اليوتيوب. السبسكرايب مهم جدا عشان يوصلك كل جديد. احنا بس حوالي 10,000 سبس على اليوتيوب، واحنا اكتر من 40,000 لايك على الفيسبوك، فخش دلوقتي حالا نعمل سبسكرايب على اليوتيوب. بس اتمنى يكون الريفيو ده عجبكم، وتابعونا على انستجرام عشان تشوفوا الكواليس، واعمل لايك على الفيسبوك عشان يوصلك اخر الاخبار. انا طارق عبد الله من المواتير بالعربي، السلام عليكم.